احنا لازم نتكلم عن عظمة مسلسل عين سحرية. لما بنيجي نتكلم عن عين سحرية الإشادة الأكبر بتروح للإخراج أو التمثيل، بس أنا بصراحة بحس إن الكتابة مش بتاخد حقها الكامل من الإشادة. فبصراحة أنا شايف إن احنا لازم نشيد بكتابة المسلسل ده، بالذات كتابة الشخصيات. يعني كتابة شخصية زي شخصية عادل أو عصام عمر اللي مكتوب له تطور شخصية رهيب. تطور شخصية عصام عمر هو تم بمنتهى الذكاء، من أول ما كان رافض باسم سمرة ورافض الشغل معاه لحد ما فعلا بيبدأ يشوف الشغل ده قد إيه مؤثر وتأثيره كبير لما بيجيب حق امه من صاحب الشغل، وبعدها يبدا يخش له فلوس تصلح حاجات كتير كانت بايظه في حياته. فبتبدا دماغه تلين شويه ناحيه الموضوع، وفجاه بيتقلب على باسم سمره لمجرد بس ان هو عايز يفضل معاه فلوس، مش عايز يطرد من بيته، عايز يفضل عايش الحياه كويسه. اما لو جينا نتكلم عن شخصيه زكي غانم اللي بيعملها باسم سمره، فهي شخصيه معقده جدا يا جماعه. شخصيه ما تفهمش هي شخصيه شريره ولا طيبه، وكمان مليانه مشاكل نفسيه. وغير المشاكل النفسيه هو عنده مشاكل كتير قوي في حياته، زي ان مثلا بنته ما تعرفش ان هو ابوها. لما زكي غانم بيلاقي عادل في طريقه بيتعلق بيه وبيحبه فعلا، لان عادل قدره واحترمه وحبه من قلبه. واللي عمله عادل خلى زكي غانم يحس ان هو اب فعلا لاول مره في حياته، اول مره يتحب حب الابن لابوه. غير كتابه الشخصيات بقى، فكتابه الاحداث بالنسبه لي سلسه بشكل مش طبيعي. يعني انا عجبني جدا ان احنا بقالنا كذا حلقه بنمهد للخطر الاكبر في المسلسل وهو محمد علاء. التمهيد ده تم بشكل ذكي جدا، وبنشوف الخطوره بتكبر قوي بالذات في الحلقه التاسعه. فانا شايف ان مسلسل عين سحريه مسلسل حلو جدا، كل حلقه بتتصاعد عن الحلقه اللي قبلها وبتبقى ممتعه ومشوقه اكتر. لو انت بتتابع مسلسل عين سحريه اكتب لي تحت في الكومنتات واعمل لي لايك وفولو وشير، وبس كده.